بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونخش في أخبارنا النهاردة. النادي الأهلي إن شاء الله بعد بكرة عنده مباراة مع البنك الأهلي. عندنا إصابات، عندنا غيابات. إن شاء الله اللعيبة اللي جت كلها تخش ضمن المجموعة، وإن شاء الله تكون على قد المستوى وتكون على قدر المسؤولية. طبعا اللعيبة اللي اتصابت كلها خارجة من ماتش يانج افريكانز امبارح، كلها اصابات خلال المباراه. عندنا ياسر ابراهيم وعندنا زيزو وعندنا مروان عطيه. طبعا الحمد لله ان احنا بقى عندنا وفره في الاماكن دي. احنا بقى عندنا سكواد نقدر اي حد يخرج من السكواد ده. عندك ان شاء الله البديل وبديل البديل. انت كان عندك في بدايه الموسم كان عندك المشكله في الدكه، ان الدكه مش على قد المستوى. انت اللعيب اللي بيتصاب عندك من نجوم الفريق ما كنتش بتقدر تعوضه. دلوقتي الحمد لله في البودلة موجودين وجاهزين. عندك ياسر ابراهيم، عندك احمد رمضان بيكهام، عندك عمرو الجزار، عندك هادي رياض، مروان عطيه. ممكن كوكا يلعب جنب ديانج في نص الملعب، وبالعمري ينزل بقى ينور الباك الشمال. عندك مكان زيزو، عندك بن رمضان جاهز للعب ان شاء الله، وعندك بن شرقي برضه جاهز ان هو يشغل الجناح اليمين. ان شاء الله هنشوف كامويش بامر الله في مباراه البنك الاهلي ويكون جاهز للمباراه، حتى لو على دكه البودله ممكن يكون مش جاهز فنيا قوي، فممكن يتحط على دكه البودله في بدايه المباراه. عايز اقول لك ان في عدم قناعه من مستر ياستر بمحمد شريف، بدليل مروان عثمان امبارح كان جاب اخره وما كانش قادر ياخد نفسه في مباراه يانج افريكانز، ومع ذلك ياستر ما حاولش ان هو يشرك محمد شريف في المباراه وساب مروان عثمان لحد اخر المباراه. فمن الواضح ان ترتيب المهاجمين في النادي الاهلي هيبقى كامويش او مروان عثمان، او مروان عثمان لحد ما كامويش يندمج ويخش جوه التيم ويخش جوه المنظومه. وفي كمان مصطفى قبيل. مصطفى قبيل اللاعب العراقي اللي كلمتك عنه قبل كده، ان شاء الله هو كان رئيس النادي كان متعنت مع النادي الاهلي ان هو يوافق على بيع مصطفى قبيل، ولكن ضغط اللاعب ووكيله اثروا على قرار رئيس النادي، لان اللاعب كده كده في عقده شرط جزائي. النادي الاهلي ما رضيش يفعل الشرط الجزائي 300,000 دولار، ولكن اللاعب ممكن يفعل الشرط الجزائي ويمشي. فنادي اربيل العراقي ما لقاش قدامه غير ان هو يوافق على ان مصطفى قبيل يروح النادي الاهلي، طبقا للكلام اللي جاي من العراق والصحف العراقيه، ان خلاص هو فاضل بس مراجعه العقود من الناحيه القانونيه. النادي الاهلي يتبعت له العقود يراجعها من الناحيه القانونيه، ويتبقى الكشف الطبي والتوقيع. يعني ممكن ان شاء الله في خلال 24 48 ساعه ممكن نلاقي مصطفى قبيل منور بتيشيرت النادي الاهلي والاعلان الرسمي للنادي الاهلي عن مصطفى قبيل. في رمضاوي كان في برضه انفراجه في رمضاوي. كان رئيس نادي اتلتيك برادو الجزائري طلع برضه صرح، قال لك عشان خاطر عيون الخطيب انا هنزل في الصفقه من 1.5 مليون ل1,300,000 دولار. فرمضاوي لو يعني هنقارن بين رمضاوي ومصطفى قبيل، لا كفه رمضاوي اتقل. رمضاوي طالع من اكاديميه برادو. الاكاديميه دي ما بتطلعش غير لعيبه كويسه جدا، زي اكاديميه محمد السادس في المغرب، بتطلع لعيبه كويسه جدا، بتطلع لعيبه تقيله قوي. في رمضاوي انت كان مضمون لو خدته النهارده ب 1,300,000، انت ممكن زي ما بولبينا كده ضرب مره واحده، انت كان ممكن بعد كده تبيعه 4 و5 و6 مليون دولار او مليون يورو. فرمضاوي كان بالنسبه لك صفقه مضمونه. فهل النادي الاهلي يركن مصطفى قبيل يوم او اتنين على ما يشوف سكه رمضاوي، ولا هم خلاص مقتنعين بمصطفى قبيل وهيخلصوا فيه؟ طبعا نادي برشلونه اعلن عن صفقه حمزه عبد الكريم في تقدمه جميله جدا فيها اسم النادي الاهلي. طبعا ده يعني مكسب تجاري كبير جدا للنادي الاهلي، غير طبعا صفقه حمزه نفسها والمكاسب اللي هتيجي من وراها لما يتفعل عقد الشراء النهائي. ولكن انت النهارده لما اسمك تتحط جنب اسم برشلونه، ده مكسب تجاري كبير لك انت، لان الناس هتخش تشوف مين النادي اللي اسمه محطوط جنب نادي برشلونه، مين النادي اللي طلع منه لاعب مباشره لنادي برشلونه. قال ان في خلاص بلال عطيه برضه في الرتوش الاخيره عشان يروح يلعب في هانوفر الالماني.
فطبعا دي مكاسب تجاريه للنادي الاهلي، وهيخلي البراند بتاع النادي الاهلي يعلى، وهتخلي المتابعه بتاعت النادي الاهلي على السوشيال ميديا تزيد. فدي كلها مكاسب النادي الاهلي. بلس ان في مدربين من عندك هيروحوا يعملوا معايشه في نادي برشلونه في قطاعات الناشئين. طبعا الى جانب ان الاستاذ خالد مرتجي خد كابتن وليد سليمان ومجموعه من مدربين قطاعات الناشئين، ودلوقتي بيعملوا معايشه في نادي لايبزيج الالماني. فالنادي الاهلي ما شاء الله ماشي بخطى ثابته عشان خاطر يطور النادي ويطور منظومه الكره جوه النادي الاهلي. فان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لقطاعات الناشئين في النادي الاهلي، ونشوف حمزه عبد الكريم تاني، ونشوف بلال عطيه تاني، ونشوف نتاج كبير جدا لقطاع الناشئين، ونشوف بقى لعيبه كتير تطلع تدعم الفريق الاول في النادي الاهلي، بدل ما بنجري ورا لعيبه وبنشتري بملايين، لا يبقى ولادي عندي انا اولى بيهم. النادي الاهلي ما بيصرفش شويه على قطاع الناشئين، النادي الاهلي بيصرف ملايين الملايين على قطاع الناشئين كل سنه. فمن باب اولى ان انا يبقى عندي دعم الفريق الاول، يبقى من جوه النادي من عندي، بدل ما بروح اشتري من بره بملايين. كنت كلمت حضرتك قبل كده على ان الاستاذ ياسين منصور مقدم مشروع جوه النادي الاهلي لتغيير وتطوير منظومه الكره في النادي الاهلي. يعني الكلام اللي جاي ان بقفل باب القيد المحلي هيبدا النادي الاهلي في تغيير المنظومه الكرويه او الفنيه داخل النادي الاهلي، على مستوى المدير الرياضي، على مستوى لجنه السكاوتنج، على مستوى لجنه التخطيط. يعني انا كنت كلمت حضرتك قبل كده على ان لجنه السكاوتنج هيبقى فيها ناس اجانب، ناس شغلتهم يدعبسوا في امريكا الجنوبيه وفي اسيا وفي اوروبا على اللعيبه الصغيره اللي يقدر النادي الاهلي يستفيد بيها، مش على مستوى بس البطولات، لا ده يستفيد بيها كمان ماديا، ان هو يجيبها بمبالغ قليله ويقدر بعد كده يبيعها بمبالغ اكبر. غالبا ما فيش لجنه تخطيط اصلا. على مستوى المدير الرياضي اعتقد ان هيكون في مدير رياضي اجنبي برضه. هنشوف برضه النادي الاهلي هل كابتن محمود الخطيب، ويحط برضه تحتها 100 خط، هل كابتن محمود الخطيب هيوافق على المشروع ده، ولا كابتن محمود الخطيب لسه هيعتمد على اهل الثقات تاني؟ قول لي راي حضرتك في الكومنتات. هل المشروع اللي مقدمه الاستاذ ياسين منصور هيؤتي ثماره في النادي الاهلي، ولا تجربه ومحدش عارف نتيجتها ايه؟ عقوبات رابطه الانديه عن الجوله اللي فاتت في الدوري: ايقاف احمد ايمن لاعب وادي دجله، الراجل اللي عمل ضربه الجزاء وعمل وغلط الغلطه بتاعه الهدف الاول بتاع تريزيجيه، ايقافه مباراه واحده وغرامه 5000 جنيه للحصول على الانذار الثالث. في مباراه الزمالك وبتروجيت ايقاف حسام عبد المجيد مباراه واحده للحصول على الانذار الثالث برضه وايقاف 5000 جنيه. ايقاف احمد عبد الموجود لاعب بتروجيت مباراه واحده للحصول على الانذار الثالث وغرامه 5000 جنيه. كل ده طبيعي وكل ده موجود وكل ده في اللائحه، مفيش اي مشكله. بس اللي عمله يوريتيتش في ماتش الجونه، هل دي كانت اول مره يوريتيتش؟ لا. هل الكلام اللي قاله قبل مباراتهم في الانتر كونتيننتال امام الفريق البرازيلي، هل الكلام ده وكلامه عن الرابطه كان كلام طبيعي؟ لا. هل كلامه في المؤتمر الصحفي امبارح عن التحكيم هل عادي؟ برضه مش عادي. فالنهارده عشان تطلع العقوبه ايقاف مباراه واحده لحصوله على انذارين ورا بعض في مباراه واحده وغرامه 5000 جنيه، طب بالله عليك يعني خلي الايقاف يعني هنتكلم فيه، بس 5000 جنيه لمدرب اجنبي بياخد 250,000 دولار يا راجل في الشهر. 5000 جنيه يعني 100 دولار يا راجل، حرام عليك. 100 دولار يعني انت لو واحد بيقبض 250,000 جنيه وقلت له غرامه 100 جنيه هيرميها لك في الشارع ويقول لك يا عم خد يا عم غرفه 60 داهيه. ايه التهريج ده؟ راجل مش اول مره يطرد في مباراه، ومش اول مره يعمل مشاكل، وبتصريحاته على طول كلها هجوم 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 هجوم. تكون دي العقوبه بتاعته؟
يا راجل بعد كده انا اسف في الكلمه، لو ضرب الحكم بالقلم حقه، ما فيش رادع. اللائحه عندك اللائحه ضعيفه، اللائحه كلها ثغرات عشان خاطر تعمل اللي انت عايزه. وهقول لك دلوقتي ثغرات اللائحه. الراجل اللي حاطط اللائحه ده حسبي الله ونعم الوكيل، بس برضه غلط عند النادي الاهلي. لان السنه اللي فاتت لما قلنا خصم 6 ولا 3، قلنا يا جماعه انتوا مضيتوا على اللائحه من غير ما تقروها، هم 3 نقط بس. لان هو لما جه يحط لائحه الانسحاب حط كذا بند عشان خاطر يبقى عنده فرصه لو النادي اللي هو منتمي ليه انسحب ان هو يلاقي فرصه يطلعه منها، يبقى 3 نقط بس بتوع الماتش وخلاص، يبقى 6 نقط. فالنادي الاهلي استفاد بيها. السنه دي اللائحه ان حضرتك بتلعب بره ارضك في بطولات افريقيا، ليك 4 ايام غير اليوم بتاع المباراه. بتلعب جوه 3 ايام غير اليوم بتاع المباراه. جميل. النادي الاهلي لعب السبت بره، هيلعب الثلاث في الدوري، هيلعب الجمعه بره. طيب لعب السبت بره، عندك حد 2 هتلعب الثلاث، يعني ما تحسبش السبت، انا قلت لك غير يوم المباراه. تمام. ادي عندك حد 2 وتلعب الثلاث، يعني فرق يومين 2 بس مش 4. طيب هتلعب الثلاث 4 خميس وتلعب الجمعه في الجزائر، يبقى فرق يومين بس. فين اللائحه؟ فكابتن وليد صلاح الدين تواصل مع الباشا اللي حاطط اللائحه، ازاي النادي الاهلي يلعب فرق يومين واللائحه بتقول 4 ايام لان المباراه خارج مصر. قال له حضرتك في بند تاني بيقول ان يحق للرابطه تثبيت الموعد او عدم تغيير الموعد حسب ما يتراءى ليهم. شفت يعني انا مش عارف اقول ايه والله، مش عايز اقول كلمه اتحاسب عليها والله، بس شفت الراجل بيعمل ايه، شفت الخبث واللؤم واصل لحد فين. كابتن وليد صلاح الدين قبل ما يقفل قال له اتمنى ان اللي مشي على النادي الاهلي يمشي على باقي الانديه وما يكونش فيه اي مبررات. طبعا اي حد هيقول لي ماتش الزمالك وسيراميكا اللي اتاجل، ماتش الزمالك وسيراميكا الرابطه مالهاش علاقه بيه خالص. ماتش الزمالك وسيراميكا اتاجل من اتحاد الكوره، ده ماتش في الكاس، هم جاملوا الزمالك على حساب المصري. المصري هيلعب مع الزمالك في الكونفدراليه، هيلعبوا بعض، فالمصري لعب ماتش في الكاس وكان ماتش 120 دقيقه وسط ضربات جزاء والزمالك ما لعبش. فدي كانت تظبيطه من اتحاد الكوره، الرابطه مالهاش دعوه. فالنادي الاهلي هيقف بقى متربص، اي حاجه اقفش. امام عاشور الكلام، كل الكلام اللي اتقال على امام عاشور ان هو بيشترط في التمديد ويشترط مش عارف الرحيل ويشترط، كل الكلام ده مالوش اساس من الصحه خالص. وقلت لك امام عاشور مش غبي، امام عاشور عينه على اللعب في كاس العالم. امام عاشور مش هيتربس دماغه مع النادي الاهلي في اي حاجه دلوقتي، على الاقل لحد ما يرجع من كاس العالم. بعد ما يرجع من كاس العالم لو تالق، لو ظهر بشكل كويس، لو جال عروض، ساعتها ممكن يتكلم مع النادي الاهلي. انما امام عاشور دلوقتي عارف ان هو غلطان. امام عاشور مش هيطلب اي حاجه دلوقتي. والراجل اللي طلع قال ده احمد يحيى وكيله اتكلم مع كابتن محمود الخطيب وقال له التمديد وقال له رحيل، وطب شروطكم ايه عشان اللاعب يرحل؟ اولا انت ما كنتش قاعد على تليفون كابتن محمود الخطيب او كنت قاعد على رجله عشان تسمع المكالمه بينه وبين احمد يحيى. ثانيا احمد يحيى مش هو وكيل امام عاشور اصلا. احمد يحيى كان وكيل امام عاشور، دلوقتي وكيل امام عاشور هو ادم مطر، ودي معروفه للناس كلها. وان احمد يحيى هو اللي تنازل عن الوكاله لادم مطر عشان اي مشكله. احمد يحيى علاقته حلوه بالنادي الاهلي، فمش عايز يقف قدام النادي الاهلي في اي مشكله. امام عاشور نفسه عايز يلغي الوكاله مع ادم وطني عشان خاطر اي حاجه بتحصل بيتقال ان ادم وطني هو اللي بيحرك امام عاشور. احنا قلنا خلاص الموضوع خلص واسدلنا الستار على القصه،
بس واضح ان في ناس عايزه تخليها ماده تجيب بيها مشاهدات وتجيب بيها وتعلي بيها الريتش. فواضح ان الموضوع معانا شويه. والكاذب اللي طلع قال لك ده في حد من الجهاز الفني لمنتخب مصر اتصل بامام وقال له لو ما لعبتش مش هتنضم للمنتخب، عشان يبين ان امام عاشور لما رجع ان ده مش رضوخ لقرارات النادي الاهلي، لا ابسولوتلي، ده هو عشان خاطر طمعان انه يلعب في المنتخب، وعشان خاطر ما يقعدش ويخسر فرصته في المنتخب. ده الاعلام ودي الصحافه اللي بتغذي عقول الجماهير. للاسف دول بيتقال عليهم صحفيين ومعاهم الكنهات. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم، ما تنساش تعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك وشير الحلقه عشان توصل لكل الناس. دعمك مهم جدا لينا. كان معاكم بوخارست، وده ملعبكم، ملعب بوخارست. السلام عليكم.